الحب والالتزام، اتعلمت منه إيه مع خطيبتك؟ الحب هي أحلى سمة بالدنيا، وأحلى سمة لمّا تكون يعني مُكتمنة بشخص في صفات بتخلّيكِ تنسي أنتِ أو بتسألي أنا ليه باحبها؟ يعني ياما باقعد إنه طَب أنا ماوية ليه باحبها؟ لمّا بلّش أفهم إنه أنا ما عم لاقي جواب، فهاد هو الحب. إنه ما فيش حاجات معيّنة أنت بتحب الشخص ده. باحبها، إن زعلت باحبها، إن اتضايقت باحبها، إن نكدت باحبها، إن اتغلظت باحبها، إن كانت مرضانة باحبها. فموضوع الحب بالنسبة إلي صار إنه أنا إلا صرت عم باتضايق إنه أنا كتير صاير عم حبّك، يعني حتى ما عم باقدر أزعل منِّك، وهذا الشيء لبعدين ما فيني أعودك عليه بكرة، يمكن أزعل بالكبر، تقول لي إزعال براضيك. فهو هل ممكن ليش يا علي تزعل منّا أنت؟ ماني شايف في أي موقف بالدنيا ممكن هي يبدر منّا أو يصير بيناتنا يخلّيني أزعل منّا. فأنا بنظري هاد هو الحب.